حلقة اليوم التي تبلغ مدتها ساعة سأعرض لكم أروع معارك الحيوانات التي التقطتها الكاميرا. عمليات الإنقاذ من براثن الحيوانات المفترسة في اللحظة الأخيرة، وهجمات الرئيسيات المجنونة، والاشتباكات بين الأعداء اللدودين في أفريقيا، ومعارك أكبر الحيوانات العاشبة، وكذلك البحار الضخم. كل هذا في انتظارك في مجموعتنا. دعونا نتعرف على المخلوق الذي هو الملك الحقيقي والخطر القادم لعالم الحيوان. هيا بنا. فهد يهاجم تمساح. يتحول هذا الفهد الجميل إلى وحش مائي حقيقي عندما يقرر مهاجمة تمساح يسبح بسلام في النهر. يقفز في النهر ويمسك بالفريسة. القطة الكبيرة فعلت ذلك جيدا لدرجة أن التمساح لا يستطيع فعل أي شيء. وقرر هذا الجاكور مهاجمة خصم أكثر جدية. اختار التمساح كخصم له، لكن التمساح لم يكن بهذه البساطة. على الرغم من أن هذا الزاحف بالذات كان صغيرا، إلا أنه تمكن من أداء خدعة رائعة جدا. بمجرد أن حاول النمر مهاجمة التمساح استجاب على الفور، وأمسك القطة الكبيرة بفكيها القويتين وألقاها في البركة مثل لعبة. المفترس المرقط هرب في رعب من خصم هائل. حفرة الماء. كما لاحظت، وقع القتال بين النمر والتمساح بالقرب من الماء. غالبا ما تخوض الحيوانات بشكل عام علاقاتها بالقرب من المسطحات المائية، وبالنسبة للحيوانات المفترسة المائية فإن حفرة المياه مثالية لنصب كمين لها. انظر. جاء الظباء الأبقار لإخماد عطشها. يبدو الماء هادئا، لكن تمساحا غاضبا يختبئ بالفعل فيها. اندفع الزاحف، لكن الظبي تهرب بمهارة في اللحظة الأخيرة. على الرغم من أن كلمة المراوغة هي بخس، فقد طار حرفيا من الشاطئ كرصاصة. ربما لم يحالف الحظ التمساح. هل يجب أن نجربها مرة أخرى؟ هذه المرة زاره خنزير. هذا الخنزير الأفريقي يروي عطشه بهدوء عندما هاجمه زاحف فجأة ودون سابق إنذار. على الرغم من وزنه الكبير، إلا أنه قفز وأزال أطرافه من تحت أسنان التمساح ثم هرب. يبدو أن هذا التمساح هو نفسه الذي فشل في عملية صيد الظباء. ربما يجب منحه لقب الصياد الأكثر حظا في أفريقيا. لكن بشكل عام تعتبر التماسيح صيادة قوية للغاية. إذا أمسكت بفرائسها سيكون من الصعب جدا على الفريسة الهروب. لنرى كيف يفعل هذا بالظباء. شاهد السائحون تمساحا يجر ظبيا صغيرا تحت الماء، وقاموا بتشغيل الكاميرا. يبدو أن القبضة كانت محكمة. حاول الظبي التحرر لكنه فشل. استمر القتال بين الحيوانات حوالي دقيقتين. حارب المسكين بشدة من أجل الحياة، وفي اللحظة الأخيرة تحرر من فكي التمساح. يمكن أن تلعق الجروح وتحتفل بالنصر، لكن الفهد أحبط كل خطط الظبي، مما أدى إلى تحييد الفقير الضعيف بسرعة. طاحونة اللحم. تمساح واحد هو خطر جدا، لكن ماذا عن مجموعة كاملة من هذه الزواحف؟ هذا بالضبط ما نراه هنا. دخلت القردة في مفرمة لحم حقيقية، ودخلت البركة مع الوحوش المسننة. يمكننا أن نرى أن بعض القرود تقفز إلى البركة عمدا لتواجه موتها، لكنها لا تهتم. يبدو الأمر كما لو أن القردة تضايق الزواحف، وفي كل مرة تبتعد عنها في اللحظة الأخيرة. الفهد والظبي. هناك ظبي يرعى أسفل الشجرة. للوهلة الأولى لا يوجد شيء غير طبيعي، ولكن هناك شيء ما. هناك فهد مختبئ في الشجرة لا يمكنك رؤيته بسبب كثرة الأغصان. والآن نرى وثبة القطة. ليس للظبي عمليا أي فرصة. الآن هو تحت رحمة الحيوان المفترس. حزن المشهد تعمق بقرود البابون الذين بدأوا يقفزون وكأنهم يريدون التدخل. هنا موقف مشابه. يا لها من وثبة رشيقة من قبل الفهد. الفريسة أصبحت بين أسنانه. هنا الهجوم العنيف على الظبيان من الأرض. اقترب المفترس قدر الإمكان من الحيوانات اللطيفة. ركض وأمسك فريسته. الفهود بالطبع هي مفترسات قوية، لكنها لم تصل لمرحلة الأسود. على الأقل هذا ما يعتقده الكثير من الناس. يعتقد أن الأسود صيادة مثالية يطلق عليها ملوك الغابة لسبب ما. مع ذلك حتى أولئك الصيادين لديهم أيام سيئة. تظهر هذه اللقطات لبؤة تصطاد ظباء. تمكن المخلوق مشقوق الأظلاف من الهروب من المفترس، لكن قطتين كبيرتين قابلتاه في الطريق. لم يأتي الظبي بشيء أفضل من القفز فوق الحيوانات المفترسة ونجح. لقد فعل ذلك بشكل جميل للغاية، تماما كما في أفلام هوليوود. ثم قفز الظبي في الماء.
اللبؤات التي كثرن في العدد لم تحب أن تدخل الماء، لذلك تجولن. هذا وقت كافي لهروب الظباء. الخوض. هنا يأتي الذكر. يعرف ملك الغابة أنه سيد المنطقة، لذلك يخوض عبر النهر بفخر وعلى مهل. على الرغم من أنه هو بالفعل ملك الغابة، إلا أن الماء ليس ملعبه. تسود التماسيح الخطيرة هناك، وهي حريصة على الاستحواذ على أي كائن، لكن الأسد ليس بهذه البساطة، فبمجرد أن يحاول التمساح مهاجمته وعضه تتفاعل القطة الكبيرة على الفور وتتجنب الضربة. طارد التمساح الأسد بعيدا، لكنه لم يحصل على غذائه. خنق. هنا تصطاد الأسود العديد من الحيوانات، بما في ذلك الحميرة الوحشية، أحد الأطباق الشهية المفضلة لديها. هاجمت ملكة الغابة الحمار الوحشي وقطعته، وبدأت في أداء خنقها. كقاعدة عامة تقتل الأسود فريستها على وجه التحديد عن طريق الخنق، وليس بضربة مخلب أو لدغة مميتة. يبدو أن الحمار الوحشي على وشك الموت، لكنه في اللحظة الأخيرة يجد القوة ويكسر القبضة، وفي لحظة ما يهرب من المفترس ويركله في وجهه بحوافره القوية. الضباع والظباء. يعتقد الناس أن الضباع حيوانات رمية، لكنها في الحقيقة قادرة تماما على إطعام نفسها. عندما تغرب الشمس تخرج للصيد. الوقت لم يكن مناسبا لهذا القطيع من الحيوانات البرية، لأنه حقيقة تحيط بهم عشيرة من الضباع تختار أضعف الحيوانات منها، وعند إيجاد الفرصة المناسبة تهجم عليها، مما يتسبب في حدوث اضطراب. عندما تحدث الفوضى بين القطيع تفصل الضباع الأضعف وتحيط به وتنقض عليه. العشيرة كبيرة وجميعها جائعة، ولا يجب أن تبقى كذلك. حتى الآن تجري كل الأحداث في الأجواء الدافئة. ماذا عن معارك الشتاء؟ يجب ألا ننسى الدب القطبي، فهو في النهاية أحد أخطر وأكبر الحيوانات المفترسة، ليس فقط في القطب الشمالي ولكن أيضا على الكوكب. تصطاد هذه الدببة العديد من الحيوانات بما في ذلك الفقمة، وهي مجرد فريسة. لطالما كان المفترس يبحث عن فقمة تستريح على طوف الجليد. في الذروة يهاجم الدب الحيوان، ويبدو أن الفقمة قد انتهت، لكنها تنزلق ببراعة من طوف الجليد وتغطس في الماء البارد. يغوص الدب بعد ذلك، وبعد بضع ثوان يعود مرة أخرى. كما ترون تمكنت الفقمة من السباحة بعيدا. النينجا. دعنا نعود إلى المناخات الدافئة لننظر إلى النينجا. لن نذهب إلى اليابان، لأن هناك سادة نينجا حقيقيين بين حيوانات نيوجيرسي الأمريكية أيضا. رصد صقر سنجابا في شجرة وقرر مهاجمته، لكن السنجاب كان رشيقا بشكل لا يصدق. لم يفلت من الهجوم فحسب، بل فعل ذلك بأكبر قدر ممكن من الفعالية. كان الأمر كما لو كان يستعرض أمام الكاميرا. عمليات الإنقاذ في اللحظة الأخيرة مثيرة للإعجاب، لكن أحيانا لا تهرب الفريسة من المفترس فحسب، بل تقاومها أيضا. خذ مثلا الأفيال، أولئك العمالقة الذين يبدو أنهم مسالمون وقادرون على طرد ملك الغابة أو حتى الفخر كله. تبرز مواجهة الفيل مع الأسود والتماسيح وأفراس النهر في هذه الحلقة. تعتبر أفيال الأدغال الإفريقية من العمالقة الرئيسية في إفريقيا، وفي الوقت نفسه بعض من أكثر الحيوانات هدوءا بل ولطفا في إفريقيا. ولكن هل هذا هو الحال فعلا؟ هل صحيح أن الفيل حيوان هادئ وغير عدواني؟ كيف مثلا تتصرف عندما تقابل ملكة الغابة؟ في هذه اللقطات التقطها السياح في زيمبابوي. نرى لبؤة شابة وأشبالها تستريح بين الأدغال. تأخذ الأم الأشبال جانبا وتتبعهم سيارات السائحين بحذر. سرعان ما تختفي اللبؤة تاركة صغارها وراءها في الأدغال، وبعد لحظات قليلة يسمع الناس نحيب أنثى الفيل. اتضح أن اللبؤة قد خدشتها في خرطومها. هل هي قادرة على هزيمة هذا العملاق؟ لكن القوى لا تزال غير متكافئة. من الأفضل للأسود ألا تعبث مع الأفيال بمفردها، لأن ذلك لا معنى له. في النهاية تؤذي اللبؤة الفيل قليلا، لكنها لا تسبب له ضررا كبيرا. لم تكن قادرة أبدا على الحصول على طعام لأشبالها، فأخذتهم بعيدا إلى مكان قد يكون حظها فيه أفضل. حسنا، لن تفعل لبؤة أي شيء لفيل، لكن ماذا عن عدة أسود في وقت واحد، أو بالأحرى عرين كامل؟
من المؤكد أن الأسود العديدة ستقتل فيلا، أليس كذلك؟ لحسن الحظ لدينا بعض الصور من زامبيا. تمكن المصور من تصوير 14 لبوة جائعة تطارد فيلا صغيرا انفصل عن القطيع وحاصرته وهاجمته. القوى ليست متساوية، اللبؤات تستهزئ بها حرفيا وتقفز عليها، لكن لطالما أنها تقف على قدميها فهي ليست في خطر. هذه الحيوانات لها جلد شديد الصلابة بسمك 4 سنتيمترات، والقطط الكبيرة غير قادرة على اختراق هذا الدرع بمخالبها وأسنانها وحدها، ومع ذلك فإن الميزة العددية لها تأثيرها على العملاق. الفيل يفقد جودته تدريجيا، لذلك يتخذ قرارا رائعا، ركض في الماء مباشرة مع إحدى اللبؤات على ظهره وألقى بها. عندما بدأت اللبؤات في مطاردتها في الماء استدارت وطاردتها بنفسها. انتصار للفيل. لقد أدركت أن الفوز بالماء أسهل بكثير لأن الأسود لا تحب الماء، وأثبتت مرة أخرى أن على القطط الكبيرة عدم العبث مع الفيلة. تمساح. ماذا عن التمساح المفترس الخطير في إفريقيا الأخرى؟ ربما عليها أن تعلم الأفيال درساً. في الواقع لقد فعلت جزئياً على الأقل. في اللقطات التي التقطت في جنوب ملاوي في 2017 نرى الدراما في حفرة مائية حيث جاء قطيع من الأفيال للشرب. كان هناك زاحف خطير يتربص بالماء. انتظاراً للحظة أمسك التمساح بالفيل من جذعه. كان الوضع خطيراً، هتف الكبار وبدأوا في التراجع، لكن الحادثة لم تتحول إلى مأساة. ساعد أحد الأفيال الفيل الصغير على تحرير جذعه وطرد المفترس بعيداً، لكن هذا ليس هو الحال دائماً. أحياناً لا تملك الزواحف الوقت للهجوم لأن الأفيال تقضي عليها في وقت مبكر. في هذه اللقطات التي التقطت في زامبيا شاهد السائحون مشهداً ملحمياً. أحضرت أنثى فيل صغيرها إلى حفرة مائية وقررت إخلاء المنطقة مسبقاً. كان التمساح على مسافة من الزوجين، لم يكن هناك أي خطر على الصغير، لكن الأم قررت عدم انتظار الخطر من الزواحف. اقتربت من التمساح نفسه وبدأت في دفعه بعيدا. لم يكن لها أنياب، لكنها استخدمت فكها وخرطومها. لقد أرت عدوها غضبها الشديد، ثم بدأت بدوسه بعنف. التقط الفيل فريسته وألقى بها مرة أخرى وسحق التمساح بسيقانه القويتان. يمكن أن تزن هذه البالغة بين 2.7 و 3.6 طن، لذلك لم يكن للتمساح فرصة للبقاء حياً. أشعر بالأسف لذلك. بشكل عام حفرة الري هي مكان مقدس للفيلة. إنها أكثر من أي شخص آخر لا تتسامح مع الغرباء أثناء الاستحمام وإخماد العطش. هذا دليل آخر على ذلك. جاء 2 من وحيد القرن، أم وصغيرها، إلى حفرة المياه. سرعان ما اجتمع فيلان لإرواء عطشهما، وقرر أحدهما عدم مشاركة الأرض مع حيوانات أخرى. وقفت أنثى وحيد القرن بتحد أمام الفيل. يمكنك أن ترى أنها أرادت محاربة الفيل حتى النهاية المريرة، لكن هذا القرار كان متسرعا. دفعها الفيل بقوة بعيدا. دخل الصغير في الطريق وتدحرج وهو ينحب. نهض وحيد القرن الصغير على قدميه وهرب بعيدا، وما زالت والدته تحاول الدفاع عن نفسها. مع ذلك سرعان ما أدركت أنه لا ينبغي أن تتخاصم مع الفيل، لذلك تركت ساحة القتال. طارد الفيل الزوجين لبعض الوقت، لكنه توقف أخيرا. في الواقع لا تحب الأفيال وحيد القرن بشكل عام، حتى عندما لا يكون في حفرة مائية يمكن أن يكون هناك صراع. في هذه اللقطات نرى مواجهة بين فيل ووحيد القرن. منذ الثواني الأولى من الصراع بدأ الفيل يظهر أنها أرضه. كان العملاق يدفع وحيد القرن كما لو يضغط عليه خارج المنطقة. لم يساعد هذا كثيرا. فضل وحيد القرن العنيد إظهار قوته، لكنه لم ينجح. التقط الفيل جذعا كبيرا من الأرض وألقاه بقوة. جعلت هذه المناورة وحيد القرن يغير رأيه، وتراجع هذا المتهور على عجل. فرس النهر. الفيلة ليست مغرمة جدا بأفراس النهر أيضا، أحيانا تكون على استعداد لتعليمها درسا. في هذه اللقطات في جنوب إفريقيا نرى صراعا بين فيل وأفراس النهر. وفقا للمصور وقف الفيل وحيدا لفترة طويلة، لكن بعد ذلك ظهر 3 من أفراس النهر. نظرت الحيوانات لبعضها البعض، ثم تقدم الفيل إلى الأمام وكسر الشجرة. قفزت أفراس النهر الخائفة في الماء وسبحت بسرعة بعيدا.
وفقا للمصور كانت أفراس النهر صغيرة وتتعلم فقط التفاعل مع الأفيال، وكان الفيل يريد فقط عبور النهر، لكن الأمر بدا وكأنه صراع صغير. وهنا في زيمبابوي كان فرس النهر في طريقه إلى بركة كانت محاطة بالفيلة، أفعالها لم ترضي أحد الذكور. أولا استدار الفيل ووجه خرطومه نحو فرس النهر ورشه، وفي نفس الوقت كان يصدر صوتا دون انتظار رد فعل. غضب وأطلق صرخة عالية وصفع فرس النهر بخرطومه لإبعاده عن الماء. عندها فقط تسارع فرس النهر. وهنا كان الفيل نفسه قد زار بالفعل أراضي فرس النهر. قرر الخوض في مسطح مائي حيث كان يستريح عشرات العمالقة في وقت واحد. عرف معظم أفراس النهر أنه من الأفضل عدم العبث مع الفيل، لذلك سمحوا له بالمرور، لكن أحدها كان في حالة مزاجية سيئة، حاول عض ذيل الفيل وطارده طوال الطريق. لحسن الحظ كان مزاج الفيل جيدا، لم يدس عليه بل ركله بقدمه برفق. سرعان ما أدى هذا إلى تبريد حماسة فرس النهر وترك الفيل وحده. نمر قلة من الحيوانات المفترسة يمكنها تقييم الموقف بشكل مناسب لأنها مندفعة بغرائزها. كما اتضح النمور هي من بين المفترسات الأكثر ذكاء. انظر هذه المرة تم التقاط اللقطات في الهند، نرى نمرا يركض في طريق فيل. المفترس لم يراه بعد لذا فهو هادئ. عندما يقترب الفيل يستدير النمر إليه ويقفز على الفور ثم يجري في الأدغال. لقد تصرف النمر بشكل صحيح، لم يرغب في الدخول في صراع لا معنى له وفسح المجال أمام العملاق. كان يعلم علم اليقين أنه لا ينبغي عليه العبث مع الكبار. الفيلة ليست الحيوانات العاشبة الوحيدة القادرة على طرد الحيوانات المفترسة. وحيد القرن، أفراس النهر، الجاموس أو الزرافات ليست فريسة سهلة أيضاً. بالحديث عن هذا الأخير، هل تعلم أن الزرافات تستخدم رقابها الطويلة للقتال مع متجانساتها، حتى أنهم يستخدمون خدمات الحكام؟ دعونا نرى ماذا تستطيع هذه الحيوانات أيضا. زرافة ضد زرافة. في حديقة زامبيزي الوطنية بالقرب من شلالات فيكتوريا في زيمبابوي، تمكنت العالمة أنجيلا فيرشسون من التقاط زرافتين تستعدان للقتال. في الفيديو تدور الزرافات حول بعضها حتى يبدأ أحدها في ضرب خصمه برأسه في محاولة لإسقاطه. نتيجة لذلك فإنها تتجاوز حدودها قليلا وتلتقط الساق الخلفية لخصمها برأسها وتثنيها وتطلقها عاليا في الهواء. في نفس الوقت سار خصمها بلا مبالاة في دائرة صغيرة على 3 أطراف. قالت عالمة الأحياء التي صورت الزرافات إنها لن تخضن معركة واسعة النطاق، أحدها أصغر بكثير من الأخرى وتتصرف بشكل متواضع إلى حد ما، وتحاول بوضوح تجنب المواجهة. على الرغم من أن المواجهة لم تتحول إلى قتال كامل، إلا أنها تقاتل منافستها بطريقة خطيرة للغاية، ذلك باستخدام الجزء الأكثر إثارة للإعجاب من أجسامها. تحارب الزرافات لكسب تعاطف الإناث ولمجرد إثبات هيمنتها في منطقة ما. خلال تلك المعركة يمكنها استخدام قرونها الصلبة وحوافرها الحادة، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية. الغرض الرئيسي من تلك المعركة هو هزيمة الخصم. تم التقاط حالة أخرى مماثلة بالكاميرا في جنوب إفريقيا. خاضت زرافتان معركة شرسة أمام زوار ملجأ محلي للحياة البرية. وفقا لواين هوارث الذي قاد الجولة، تقاتل الزرافتان على أنثى في معركة قصيرة ولكنها متساوية، حتى ذهب أحد الذكور لخدعة. قام الفائز برفع الساق الخلفية لمنافسه برقبته وأسقطه أرضا. معركة عادلة. درس فريق من علماء الأحياء من جامعة مانشستر الزرافات الشمالية على ضفاف نهر موغا لاكوينا في جنوب إفريقيا بين نوفمبر 2016 ومايو 17. ووجدت الدراسة الجديدة أن الزرافات تختار خصوما بنفس حجمها تقريبا، وهو ما تفسره على أنه مثال نبيل من اللعب النظيف. مع ذلك قد يكون الأمر أكثر تعقيدا. وجد الباحثون أن السجال الذي يسمح للمنافسين بتقييم توازن القوى كان يلاحظ في أغلب الأحيان عند اليافعين الذكور، وكذلك بين الذكور الذين كانوا أكثر أو أقل من حيث الحجم. في الوقت نفسه كانت المعارك بين الذكور من نفس الحجم تتميز بكثافة عالية وقصيرة المدة. بعبارة أخرى كانت مناوشات شرسة إلى حد ما لكنها قصيرة. أشار مؤلفو الدراسة إلى أن هذه النتائج تدعم الافتراض بأن السجال يخدم بشكل أساسي لاختبار القدرة التنافسية للذكور البالغين دون التصعيد إلى معارك كاملة. لاحظ الفريق أيضا تأثير شجار البار،
حيث أدت إحدى المعارك إلى شجار بين الزرافات الأخرى المجاورة، والدهشة أن المعارك كان لها حكام ذكور أكبر سنا كانوا يقطعون أحيانا الاشتباكات بين اليافعين. ووجد الباحثون أيضا أن السجال أظهر ذروة موسمية تزامنت مع بداية موسم الأمطار. هذا الفهم لسلوك الزرافة يسمح لحدائق الحيوان وحراس الطرائد في المحميات برعاية الحيوانات بشكل أفضل. منذ وقت قريب تم اكتشاف أن الزرافات ليست نوعا واحدا بل 4. ظهر ذلك من خلال دراسة الجينوم. ظاهريا ليس من السهل التمييز بين الزرافات، لكن الأنواع انفصلت على الفرع الجيني منذ فترة طويلة، من 230 إلى 370 ألف سنة مضت. في البرية لا تختلط، لكن في حدائق الحيوان لا يمنع الاختلاف بين الأنواع الزرافات من لعب ألعاب الحب وإنجاب ذرية هجينة. في 2017 رأى قروي من مقاطعة جيرسيا بكينيا زرافتين بيضاويتين تم تحديد الأنواع على أنها الزرافة الشبكية المهددة بالانقراض. يمثل الحيوانان عائلة أم وصغيرها. بمساعدة الكاميرا كان بالإمكان ليس فقط التقاط جمال الزرافات البيضاء، لكن أيضا الحصول على الصورة الأولى لحيوانين مصابين بسرطان الدم، وهو اضطراب وراثي يمنع التكوين الطبيعي للصباغ داخل الخلايا الظهارية، وهو يختلف عن المهق في أنه لا يزال من الممكن إنتاج الصبغة الداكنة داخل الأنسجة، لذلك كانت عيون الأم والصغير داكنة اللون. أسود ضد الزرافات. الزرافات ليس لها أعداء طبيعيون تقريبا، مع ذلك فإن الأسد هو واحد من القلائل الذين تجرأوا على مهاجمتها. في عالم الحياة البرية لا تختار الحيوانات المفترسة بالضرورة فريسة بحجمها الخاص أو أصغر، قد تتجاوز الفريسة حجمها، ولكن بعد ذلك تدخل تقنيات الصيد وتكتيكاته. كان زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا محظوظين بما يكفي لرؤية مثل هذه المعركة المذهلة بين فخر الأسد وزرافة واحدة. وفقا للمرشد فرانسوا بينار، في الصباح الباكر رافق مجموعة من السياح في جولة لمشاهدة معالم المدينة في الحديقة، ورأى 5 لبؤات تطارد زرافة. استغرقت المطاردة حوالي 20 دقيقة، وبعدها أمسك 2 من اللبؤات بساقي الزرافة الخلفيتين وقفز الثالث على ظهره. هذا أسلوب شائع للأسود. اللبؤة الثالثة في مثل هذه الحالات يجب أن تعض رقبة الضحية، مع ذلك عندما يبلغ طول هذه الرقبة حوالي 2 متر فليس من السهل الوصول إليها. واصلت الزرافة طريقها بلا مبالاة مع حمولتها الجديدة و2 آخرين من المطاردين. بعد 5 ساعات نفذ صبر المفترسين وتراجعوا. بالمناسبة كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للقطة الكبيرة نفسها، لأن الزرافة يمكن أن تكسر العمود الفقري للأسد بضربة حافر واحدة. مرة أخرى هذه حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، حيث أحاطت مجموعة من 8 لبؤات على الأقل بزرافة. ركضت الحيوانات المفترسة الجائعة المحيطة بالضحية واحدة تلو الأخرى محاولين العض، لكن على الرغم من التفوق العددي لم تستطع اللبؤات إسقاط الوحش الطويل أرضا. وقاتلت الزرافة بدورها الصيادين بأرجلها، أي قطة اقتربت منها ركلتها على الفور بحافر. على الأرجح أرادت اللبؤات أن ترديها، لكن ذلك سيكون متعبا بحلول الليل، وبحلول ذلك الوقت سيكون الذكور على استعداد للمساعدة. في الظلام يكون بصر القطط حريصا بشكل خاص، ولن يكون أمام الزرافة أي فرصة. مع ذلك كما في الحالة السابقة انتهى كل شيء قبل ذلك بكثير، فتراجعت اللبؤات ببساطة. الزرافة هي أطول حيوان بري على هذا الكوكب. طول المولود 180 سنتيمترا ويزن 50 كيلوغرام. تلد أنثى الزرافة واقفة ويسقط المولود على الأرض من ارتفاع 2 متر. هذا لا يؤثر على صحته بأي شكل من الأشكال، على العكس فإن السقوط يؤدي إلى عملية التنفس. في غضون ساعة يمكن للصغير أن يقف بثبات على قدميه، ويمكنه الركض في غضون ساعات. في هذه المرحلة تم التقاط عائلة من الزرافات بالكاميرا من قبل مجموعة من السياح الذين يستكشفون محمية ماساي مارا الوطنية. ركضت الزرافة الصغيرة التي بالكاد تخطو لاستكشاف المنطقة دون أن تدرك أن الضباع واللبؤة كانا بانتظارها. مع ذلك سرعان ما فقدت الضباع الاهتمام بالفريسة ولم ترغب في مواجهة ملكة الغابة، واستمرت اللبؤة في انتظار فرصتها وطاردت الصغير لمسافة 6 كيلومترات. رافقت الأم الصغير ودفعته بساقيها بعيدا عن اللبؤة، لكنها لعبت خدعة فاشلة. في مرحلة ما سقط الصغير في واد. أعطى هذا المفترس ميزة، انقض على الصغير العاجز وجره إلى. شاهد الناس الأحداث بفارغ الصبر، وليس لديهم الحق في التدخل في مسار الطبيعة. كان الجميع على يقين من أن العجل قد مات،
لكن الأنثى الزرافة تمكنت أخيرا من النزول إلى الوادي وطردت اللبؤ بعيدا مرة أخرى. زرافة ضد تمساح. عدنا إلى حديقة كروغر الوطنية. شهد السائحون مشهدا مفجعا. هربت زرافة من فك تمساح لكنها أصبحت فريسة سهلة لكبرياء الأسد. قام المرشد السياحي ماريو بول الذي لاحظ السلوك الغريب للزرافة بتصوير المشهد. في الأصل كان المرشد ومجموعته يبحثون عن النمور، لكنهم كانوا أول من رأى الزرافة بالقرب من النهر. بداية اعتقدوا أنها ربما تكون قد تعثرت، لكنهم سرعان ما اكتشفوا تمساحا بطول 5 أمتار يتشبث بساق الزرافة. نظروا عن كثب وأدركوا أن الحيوان كان في موقف صعب. حاولت الزرافة الوقوف لكنها استمرت في السقوط. نهاية أطلق التمساح سراح الحيوان، لكنها لم تستطع التحرك بسبب الإصابة الشديدة. هل تعتقد أن التمساح يمكن أن يجر زرافة بالغة تحت الماء؟ شارك برأيك في التعليقات، واستعد أيضا للتعمق، لأن بطل الرواية التالي في هذه الحلقة هو الأخطبوط. تشتهر رأسيات الأرجل بذكائها المذهل وقدرتها على الخروج من المواقف الأكثر إرباكا، ولكن هل ستساعدها في محاربة الطيور وأسماك القرش وثعابين موراي وغيرها من الكائنات البحرية؟ دعنا نكتشف ذلك. أخطبوط ضد عصفور. قام سائح بتصوير فيديو مخيف لأخطبوط يصطاد طائر النورس. تظهر اللقطات كيف صعد الرخوي الجائع إلى سطح البحر حيث الطائر يسبح. قفز ولف مخالبه حول الضحية وسحبه إلى القاع. استمرت المعركة بينهما قرابة 5 دقائق، ورافقتها محاولات فاشلة لطيور النورس للطيران فوق الماء. يبدو من الفيديو أن ما حدث أذهل الطائر الثاني أيضا، والذي تصادف أنه كان في مكان قريب وحتى سبح بالقرب منه لإلقاء نظرة على المبارزة. أخطبوط وسلطعون. تم تصوير الفيديو من قبل غواصين أمريكيين في المياه الساحلية قبالة مونتيري كاليفورنيا. شهد زوج من الغواصين مسابقة فنون قتالية غير عادية في معركة ضد أخطبوط صغير. ليس لدى السلطعون أي فرصة. الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو تجنب المجسات المفترسة. في الواقع لقد فعلها السلطعون ببراعة يحسد عليها. لقد استمر القتال بالفعل لفترة كافية عندما جاءت الفقمة لمساعدة السلطعون وأكلت الأخطبوط. قال مؤلف الفيديو لاحقا إنه غالبا ما يلتقي برحلاته تحت الماء بتلك الفقمة التي أطلق عليها هو وشريكه اسمه ويسكرز. لقد تعلم استخدام ضوء مصابيح الغواصين في اصطياد الأسماك. هذه المرة سبحت معهم أيضا ثم اختفت في مكان ما. في وقت لاحق اكتشف الغواصون معركة في القاع وكانوا يصورون حتى عادت ويسكرز وتدخلت في المعركة. أخطبوط ضد ثعبان البحر. شهد الغطاس كريس معركة شرسة بين ثعبان البحر موراي وأخطبوط بالقرب من جزيرة باري الأسترالية نيو ساوث ويلز. في أحد الأيام كان كريس يغوص في الشعاب الصخرية مع ابنه وزوجته، ورأى العديد من الأخطبوطات في قاع المحيط. رصد أحد أكبر المحار البشر وحاول الاختباء خلف صخرة، لكن ثعبان البحر وهو حيوان مفترس قاتل كان ينتظره قاب قوسين أو أدنى. فتح فكيه واندفع نحو الأخطبوط في محاولة لدغه. يظهر التسجيل الذي قام به كريس كيف حاولت الرخويات الدفاع عن نفسها عن طريق بث الحبر في الأسماك المفترسة، ومع ذلك فإن هذا التكتيك لم ينجح. أمسك ثعبان البحر بأسنانه برأسي الأرجل. على عكس بعض الحشرات أو السحالي لا تستطيع الأخطبوطات إسقاط أجزاء أجسامها كما تشاء في حالات الخطر. مع ذلك فهي لا تخشى فقدان أحد الأطراف نتيجة الإصابة، وهذا ما حدث أمام الغواص. سمح الأخطبوط لثعبان البحر بلدغ أحد أذرعه والتي ستنمو لاحقا، ثم سبح رأسي الأرجل سريعا بعيدا ولف العدو بسحابة كثيفة من الحبر. بعد أن فقد فريسته ذهب ثعبان البحر الحائر إلى كائن آخر بدا مناسبا، الغطاس، لكنه فضل أيضا مغادرة ساحة المعركة. الأخطبوط والسمكة المنتفخة. في جزر سيشيل قبالة ساحل جزيرة فريجيت كان الغواصان كريس تايلور وكاري ميلر يشاهدان الشعاب المرجانية. كانا قادرين على تصوير معركة بين الأخطبوط والسمكة المنتفخة. حاول الأخطبوط جر السمكة إلى فجوة بين المرجان لكنه لم ينجح. لقد تصرفت بشكل عدواني ولم ترغب في الاستسلام للقتال، وحتى منتفخة كما تفعل جميع أسماك البافير في حالة الخطر. ثم غير الأخطبوط تكتيكاته، خرج من مخبئه ولف
ذراعه حول العدو وغطاه بالكامل تقريبا. بعد 15 دقيقة غادر الغواصون ساحة المعركة ولم يعرفوا أبدا أي مخلوق سيخرج فائزا. من الجدير بالذكر أن السمكة المنتفخة شديدة السمية يمكن لفرد واحد أن يسمم ما يصل إلى 30 شخصا، لكن هذا لا يخيف الطهاة اليابانيين الذين يحضرون طبق الفوجو من هذه المخلوقات. يمكن للأخطبوط أيضا أن يفرز السم. يعتقد العلماء أن جميع الأخطبوطات سامة بدرجة أو بأخرى. أخطبوط مقابل أخطبوط. تمكن علماء الأحياء البحرية من تصوير معركة بين اثنين من الأخطبوطات. خلال المعركة اتضح أن الرخويات تقذف بعضها البعض بقذائف وأشياء أخرى. حقيقة إن جسم الأخطبوط يشتمل على ما يسمى بالسيفون، والذي يعمل كنوع من المحرك النفاث عند الحركة. باستخدام السيفون يقوم الأخطبوط أيضا بتوجيه تيار من الماء لمطاردة الأسماك المزعجة وتنظيف المسكن من الحطام والعثور على الطعام. من خلال تحليل أشرطة الفيديو التي تم التقاطها أثناء رحلة استكشافية قبالة ساحل نيو ساوث ويلز في أستراليا، خلص الخبراء إلى أن الأخطبوطات يمكنها تحريك الأشياء بتيار من الماء من السيفون وفقا للغرض منها، مثلا أثناء القتال. كانت الحيوانات من هذا الفيديو تسمى الأخطبوطات القاتمة. كما أوضح العلماء فإنها تجمع مجموعة من الأصداف والأحجار والأشياء الأخرى في مجساتها، ثم توجه تيارا من الماء إليها وترميها على المسافة المطلوبة. أخطبوط ضد قرش. في معركة مع سمكة قرش سيخسر الأخطبوط بالتأكيد. يمكن أن يكون هذا المخلوق البحري خطيرا فقط على أسماك القرش الصغيرة والأنواع الصغيرة. يمكن أن تصبح فريسة الأخطبوط مثلا سمكة قرش صغيرة تعيش في القاع. كقاعدة عامة يشله الرخوي بالسم ثم يسحبه إلى عرينه ليأكله ببطء. مع ذلك فإن هذه الحالات نادرة جدا، حتى أن سمكة قرش صغيرة يمكنها أن تمنحها السبق بفضل أسنانها المثالية. للدفاع عنها قد تحاول الرخويات باستخدام اللعاب بمادة مشلة، ولكن حتى هذا لا يساعد دائما. تتعامل معظم أسماك القرش مع الفريسة ناعمة الجسم في أي وقت. من الناحية النظرية قد يكون أخطر أعداء سمكة القرش هو الأخطبوط العملاق في المحيط الهادئ. يتراوح متوسط وزنها من 3 إلى 15 كيلوغرام، وتم تسجيل الأفراد الذين يزيد وزنها عن 60 كيلوغرام ويصل طولها إلى 3 أمتار. يمكن أن يصل امتداد أذرعها إلى 7 أمتار، وهي أيضا ذكية للغاية. تم العثور على هذا النوع في مياه المحيط الهادئ من اليابان إلى كاماتشاتكا وقبالة ساحل كاليفورنيا. سيستخدم الأخطبوط جميع الوسائل المتاحة من المصارعة إلى الحيل والمكر لمحاربة خصمه. الأخطبوط ليس له أسنان لكن له منقار، إنه قرني ومعلق ويسهل عضه من خلال عظام الأسماك وأصداف السرطانات. بالطبع لا يمكن مقارنته بفم سمكة القرش، لكن الأخطبوط له السبق في المكر. مثلا يكون قادرا على صد مجسة العدو. ستتلوى المجسة المرفوضة وسيركز المفترس عليها، وفي هذا الوقت سيغادر الأخطبوط مكان القتال بأمان. آلية دفاع الأخطبوط الأكثر شهرة هي شاشة الحبر. في العقود الأخيرة اكتشف علماء الأحياء اكتشافا غير متوقع. اتضح أن المفهوم التقليدي لحاجب الدخان لرأسيات الأرجل يجب أن يعاد النظر فيه بدقة. أظهرت الملاحظات أن الحبر المنبعث من رأسيات الأرجل لا يذوب على الفور وليس قبل أن يصطدم بشيء. يعلقون في الماء كقطرة داكنة ومضغوطة لمدة تصل إلى 10 دقائق أو أكثر. لكن الشيء الأكثر لفتا للنظر هو أن شكل هذه القطرة يشبه الخطوط العريضة للحيوان الذي يطلقها. يمسك المفترس هذه القطرة بدلا من الفريسة الهاربة، ثم تنفجر وتلف العدو في سحابة مظلمة. الأخطبوطات مخلوقات ذكية قادرة على منافسة الدلافين والغربان والشمبانزي من حيث الذكاء. وبالحديث عن الرئيسيات، فبالإضافة إلى حبهم للتوت والموز وأنواع أخرى من الفاكهة، فإن بعضا منها كالبابون يفضل اتباع نظام غذائي باللحوم وقادر على اصطياد بعض الطيور. المواجهات بين قرود البابون وطيور النحام والهجمات على النمر والأسد والتمساح هي المزيد في هذه الحلقة. البابون الصياد. الأول على القائمة هو البابون الأصفر. موطنها هو السهوب والمناطق الجبلية في وسط وشرق إفريقيا. تعيش العديد من أنواع الحيوانات الأخرى في مثل هذه المنطقة، لذلك لديها العديد من الأعداء الطبيعيين. البابون من الحيوانات آكلة اللحوم، ويمكن أن يأكل كلا من الأطعمة النباتية والحيوانية. مكان العمل هو وادي الصدع العظيم،
بحيرة بوجوريا. البابون وطيور النحام جيران هنا، يتعايشون في وئام، لكن أحيانا تهاجمها قرود البابون. ذات صيف جاء حوالي 4 ملايين طائر نحام إلى البحيرة، ملأوا كل شيء. لم يرى بعض قرود البابون هذا العدد الكبير من الطيور من قبل، إنه أمر غير معتاد بالنسبة لها، وهذا نظام غذائي آخر. فقرروا أن يتذوقوا لحوما جديدة من الفريسة السهلة، لذلك كان المصور محظوظا بما يكفي لالتقاط هذا الحدث على الكاميرا. ربما تقوم الطبيعة بموازنة التوازن الدقيق بهذه الطريقة. بابون ضد فهد. نجح سائح في التقاط حدث مذهل. على ضفة البركة فهد محاط بحشد كبير من قرود البابون. من الواضح أن قوة الأطراف هنا ليست متساوية. عادة ما يكون الفهد صيادا منفردا، في حين أن البابون قادر على التجمع معا. يمكننا أن نفترض أن الفهد قد تجول في البئر المائي سيء الحظ للغاية، وتم القبض عليه من قبل مجموعة من القرود العدوانية. بعد كل شيء، عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أراضيها، يصبح قرد البابون شرسا للغاية، ويمكنه قتل حتى الفهد بسبب التفوق العددي طبعا. حتى هذه القطة الكبيرة والرائعة ليس لديها خيار سوى التراجع بسرعة حتى لا تتعرض للأذى. حاول الفهد الاختباء، لكن القرود صمموا على مواصلة المطاردة. دعونا نأمل أن يكون الفهد قد هرب، وأن لا يكون متهورا في المرة القادمة. البابون ضد التمساح. محمية كواندو في بوتسوانا. تجري القرود وتمرح على ضفة الخزان، ويجلس أحدها في الماء. كان هذا البابون على وشك الخروج من الماء، لكن فجأة اتضح أنه كان بجواره تمساح طوال الوقت. يكاد ينجح في الإمساك بالبابون وسحبه تحت الماء، لكن القرود الأخرى تجلس في الجوار وترى كل شيء. بدأت على الفور في الصراخ بصوت عال، وتمكنت من سحب قرد البابون إلى اليابسة. بدأوا بعض تمساح وبركله حتى يعود على عجل إلى الماء. يا له من تماسك. أحسنتم. البابون ضد الأسد. التقط سائح سفاري في غرب سرنجيتي لحظة فريدة من نوعها. اللبؤة والبابون في الصورة. هذا أمر غير معتاد بالفعل، لأن الأسود والبابون يمشيان عادة في مجموعات. البابون أصغر بمقدار 1.5 إلى 2 من اللبؤة، يطاردها كقطة صغيرة لتسلية الجمهور. القطة تركض في دائرة عائدة إلى الوراء. أخيرا وصل كلاهما إلى طريق مسدود، يبدو أن المطاردة قد انتهت، لكن اللبؤة ما زالت تقف كما لو كانت تنتظر حدوث شيء. البابون كان يتأمل ليطارد أكثر دون استشعار الخطر الذي يقترب. فجأة ظهرت 3 لبؤات في الإطار، وأصبح من الواضح سبب وقوف المفترس لفترة طويلة. كانت تنتظر وصول نسخة احتياطية حتى تتمكن من مهاجمة فريستها كمجموعة. هذا أيضا سلوك غريب بالنسبة للبؤات، لأنهن عادة ما يطاردن الفرائس الأكبر حجما. قرد يهاجم لبؤة يبدو جنونيا، لكنها ليست أغرب مواجهة في هذه الحلقة. حصان يهاجم تمساح، وثور ينقض على ثور، والحمار يعض ضبعا، وقطة تطارد دبا. لنلقي نظرة على أغرب المواجهات بين الحيوانات وأكثرها غير متوقع. قتال الحصان والتمساح. آخر شيء تعتقد أنك ستراه هو تمساح يقاتل حصان. من المستحيل أن نتخيل ما هي الظروف المجنونة التي كان يمكن أن يحدث فيها هذا، لكن مع ذلك تم التقاط مثل هذه الحادثة بالكاميرا. من الواضح أن الحصان اعتقد أنه لن يواجه مشكلة في هزيمة التمساح، حيث يتمتع بميزة على الأرض، لكنها قاومت عن طريق عض ساقها. على ما يبدو لم يحب الحصان الأسود الأسنان الحادة للحيوان المفترس الهائل، وسرعان ما هرب بعيدا إلى مسافة آمنة. كلب الراعي ضد الثعبان الكهربائي. من المؤكد أن كلب الراعي الألماني يتعلم درسه بالطريقة الصعبة. كان عليه أن يتعلم الابتعاد عن الثعابين الكهربائية من خلال التجربة المريرة. ليس واضحا سبب وصول الكلب إلى ثعبان البحر على الإطلاق، لكن ثعبان البحر استخدم أسلوبه الكلاسيكي للدفاع ضد هجوم الأعداء، وقد نجح في ذلك لدرجة أن كلب الراعي هرب منه على بعد أمتار. الثعبان وكلب البيتبول. تعتبر الثعابين ضيوفا متكررة في الأكواخ الصيفية، وقد تمكن كلب الحراسة هذا أيضا من مواجهة واحدة، لكن عدوان الثعبان كان أكبر خطأ للثعبان نفسه، حيث أن هذا الحامي الكلب ولد حرفيا لمثل هذه المعارك. يتلوى الثعبان ويصفر وهو يستعد للقفز، لكن الكلب يعرف المراوغة أيضا، يتحرك بذكاء للانتقام، وفي النهاية يتمكن من الاستيلاء على الضيف غير المرغوب فيه.
الثور وكلب البيتبول. نجح البيتبول مع الثعبان، ويبدو أنه قرر تجربة حظه مع الثور. بالطبع تظهر مقاطع الفيديو هذه العديد من هذه الكلاب، لكن هذا لا يغير حقيقة أن هذا الصنف يبدو بلا خوف تماما. قرر هذا الكلب مهاجمة الثور وتفاجأ عندما فشل. إنه لأمر جيد أن يكون لديه شعور جيد بالتفكير بسرعة والالتفاف قبل أن يغضب خصمه. القط والثعبان. حاول الثعبان التسلل إلى هذه القطة المنزلية، لكن يبدو أنه قضى حياته في ممارسة رياضة الملاكمة، ومن الواضح أن الثعبان لم يستمتع بالقتال، فقد تخلى عن فكرة مضايقة المقاتل ذي الفروة وهرب بعيدا. الفهد الذي هاجم الخنزير. كان هذا الفهد يحاول مطاردة أحد الخنازير، لكن والدة الطفل ستفعل أي شيء لحماية أسرتها. من غير الواضح كيف تمكنت من رمي هذا الفهد، لكن القطة الكبيرة لم تتوقع مثل هذا الرفض وهربت بعيدا عن هذه العائلة. الحوت القاتل اللعين. ابتكر هذا الحوت القاتل طريقة بارعة حقا في اصطياد فريسته. محاطا بالطيور يتظاهر بمشاركة طعامه معهم، لكن عندما تقترب الفريسة الساذجة تصبح على الفور وجبة خفيفة للعملاق الذكي. حمار الوحش والخنازير التي لم تتعايش معه. هذه الخنازير تتسكع بالتأكيد في المكان الخطأ. لن تتحمل الحمر الوحشية الخنزير الذي يعضها من أقدامها، لذا قرر أحدها وضع الخنزير في مكانه وبدأ في الركل. مع ذلك انتهى الشجار بالتعادل. فأر الكنغر. يعلم الجميع أن الثعابين تتغذى غالبا على الحيوانات الصغيرة، وغالبا ما تكون هذه القوارض، على وجه الخصوص فئران الكنغر. وهكذا كان هذا الوقت. لولا رد الفعل اللحظي لفأر الكنغر لكان من السهل أن يصبح وجبة في منتصف الليل للأفعى المتربصة بالعشب، لكن بمجرد أن اندفع هذا الأخير للاستيلاء على فريسته قفز القارض فوق الأرض في الوقت المناسب، وقد فعلت ذلك مرارا وتكرارا. القطة التي لا تخاف من الدب. هل تعتقد أن قطة منزلية عادية تخاف من دب؟ ليس هذه المرة. يتسلل الصياد ذو الشعر الأحمر بأناقة إلى الدب، يقف على بعد أمتار قليلة ثم يجري بحدة. ذهل الدب وتسلق الشجرة بسرعة فائقة. القط لا يجرؤ على مطاردة فريسته ويقترب من المصور دون وعي. الفهد المازوشي. يحدث الحدث على طريق ما، ويمكن لشهود العيان رؤية مشهد مذهل. يقترب الفهد من النيس وهو يهرب على أرجل قصيرة، ولا يمل من محاولة الاقتراب من الفريسة. لم يشفق على نفسه ويواصل محاولة الحصول على خصمه رغم تأذي كفيه. في النهاية الفائز هو صاحب درع خلفي حاد. الضبع الذي هاجم الحمار. حاول الضبع الودود أن يضايق الحمار، لكن الحمار لم يستغرق وقتا طويلا لوضع الضبع في مكانه. في المرة القادمة سوف يفكر مرتين قبل أن يعبث معه. الكلب والإيغوانا. من الواضح أن هذا الكلب أفضل في النباح من التصرف، لأنه يصبح جبانا فورا عندما يواجه الإيغوانا الضخمة. لم تكن الإيغوانا تتميز بالصبر المفرط، وقررت إخافة الكلب الذي ينبح. هرب الكلب على الفور خوفا من هذا الخصم. اللقلق الأبيض. هذه الطيور التي تسير على طول مسارات حديقة الحيوان تقرر فجأة أنه مسموح لها بأي شيء. عندما اقتربت من قفص نسر جائع حاولت سحب الفريسة التي يمسكها هذا الأخير من خلال القضبان، لكن صبر النسر لم يمضي طويلا وأمسك برأس الطائر الوقح بحزم لدرجة أنه سيتذكره لفترة طويلة. النمس الذي هاجم الأفعى. هذا النمس الساحر لا يمكن أن يكون مقاتلا شرسا. يبدو أن هذا الحيوان الذي يبدو غير ضار لم يكن من المتوقع أن يهاجم الثعبان الأسود. في قتال قصير تعثروا عدة مرات، بعد ذلك يتحقق النمس من انتصاره مع لدغة أخيرة. الكنغر والكلب. أراد هذا الكلب الفضولي فقط العبث بالكنغر في الماء، لكنه كاد أن يغرق أثناء اللعبة. يستفيد الكنغر من مكانته الطويلة بالوقوف على رجليه الخلفيتين بينما كان الكلب يحاول الحصول عليه. قرر الكنغر الباكر عدم الدخول في قتال مباشر وعادل مع الكلب، وخمن أنه سيبقيه تحت الماء. يمكن سماع الصراخ في الخلفية. إنها صرخات من صاحب الكلب.
إنه لمؤسف ألا يستمر الفيديو، لذلك لا نعرف كيف انتهت هذه المبارزة. الحصان الذي لا يرحم. في المكان الخطأ في الوقت الخطأ يمكن تمييز الحالة التالية. أمسك حصان لا يرحم هذا الكتكوت الأعزل وابتلعه في ثانية. كانت والدة الفرخ غاضبة من أن طفلها أصبح وجبة خفيفة للحيوان. فهد يصطاد قرد. هذا الفهد الجائع ينقلب للخلف ليصطاد القرد الذكي الذي بدوره يقاتل من أجل حياته الثمينة. يمكن لشهود العيان الذين يشاهدون القتال أن يروا الشقلبة الرائعة في الهواء التي يؤديها القط الكبير. الثعلب والنسر الأصلع اللذان لم يتشاركا الفريسة. من الواضح أن هذا الثعلب لم يكن في حالة مزاجية لمشاركة فريسته مع أي شخص، لكن النسر الأصلع العملاق فكر بخلاف ذلك. أجبر الثعلب على الفرار، لذلك حقق النسر الأصلع نصرا سهلا. الكلب الذي هاجم الأسود. من الواضح أن هذا الكلب أراد إثبات أن الكلاب أكثر قوة من القطط. مع ذلك فإن اختيار الكلب للقط لا يبدو صحيحا تماما بالنسبة لي. بالطبع صدمت الأسود بمثل هذه الوقاحة، لكنها سرعان ما أدركت أن الكلب كان غير خطير عليها تماما. بالمناسبة هذا يؤكد حقيقة مثيرة للاهتمام، هي أن الكلاب لا تدرك حجمها، فذلك بسبب هذه الميزة لا تخجل الكلاب الصغيرة من النباح على كلاب الحراسة الضخمة. كما في هذه الحالة لم يكن الكلب خائفا من أسدين ضخمين. الأسد الذي هرب بالكاد من الجاموس. قرر هذا الأسد الجائع أن يأكل جاموسا، وبدأ سلسلة من الشقلبة حول فريسته. بعد لحظات أصبحت مهمته الرئيسية إنقاذ حياته، حيث يصل زوجان من القطيع لمساعدة الجاموس. ألقى أحد المدافعين الأسد في الهواء عدة مرات. يبدو أن هذا الفطور سيتذكره المفترس لفترة طويلة. يتسبب القتال مع الجاموس في بعض الأضرار التي لحقت باللبؤة، ويظهر الفيديو كيف تعرج بعد مطاردة فاشلة. لكن الأسود حيوانات اجتماعية، وبفضل الفخر فإن اللبؤة لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة. لكن ليس الأسود فقط هم الذين يجتمعون في مجموعات. خصومهم الدائمين الضباع يعيشون أيضا في عائلات. إذن أي مخلوق هو الملك الحقيقي والخطر الحقيقي للقارة الإفريقية؟ على السؤال من هو ملك الغابة، كثير من الناس يجيبون بلا تردد الأسد. لكن هل هو حقا كذلك؟ ربما الملك الحقيقي هو الضبع، أو بالأحرى الملكة. لنلقي نظرة على هذا الخطر الإفريقي. الآن ترى ضبعا ولبؤة كلاهما يصطادان الجاموس نفسه ويتنافسان مع بعضهما البعض. من الخارج قد يبدو أن اللبؤة أقوى بكثير من الضبع، ويمكنها أن تتعامل معه بسهولة، وبالتالي ليس لديها ما تخشاه سوى الجاموس نفسه. القط الكبير هو أول من يتحرك وينقض على الجاموس، يصارعه بسهولة ويبدأ في قضم الجاموس وهو يحدق في الضبع. هل لاحظت ذلك؟ لا تستطيع اللبؤة أن تأكل بهدوء أثناء وجود الضبع، وكأن الضبع يمكن أن ينقض في أي لحظة، رغم أنه أصغر وأضعف بكثير، والضبع لا يذهب إلى أي مكان ولا يعتقد أن المعركة انتهت. اللبؤة ترتبك بسبب هذا ولا تشرع في تناول وجبتها، في النهاية تمشي بعيدا. لكن الضبع لا يقترب من الفريسة أيضا خوفا من استفزاز اللبؤة. لكن لماذا تتراجع القطة الكبيرة؟ لأنه حيث يوجد ضبع واحد يوجد آخرون، وهذا يحدث دائما. اللبؤة تدرك أنها لا تستطيع قتالهم بمفردها فتتراجع، وعندما تغادر اللبؤة يأخذ الضبع بهدوء كل الوجبة. لكن ماذا يحدث عندما لا يأتي ضبع واحد بل العشيرة بأكملها؟ في هذه اللقطات يمكنك مشاهدة القتال بين الضباع واللبؤة، تحاول تطويقها، وهناك الكثير منها لدرجة أن اللبؤة ليس لديها أي فرصة، لذلك تسرع بعيدا من أجل إنقاذ حياتها، تجري في الماء وترتكب خطأ التوقف. في هذه اللحظة تقوم الضباع بدفعها، والآخرون لا يضيعون المزيد من الوقت، ينقضون على الفور على القطة المسكينة، تهرب مرة أخرى ثم تتوقف. يمكنك أن ترى أن اللبؤة وقد فقدت قوتها، لكنها لا تزال تقاتل حتى النهاية. تحيط بها الضباع مرة أخرى أثناء وجودها في الماء. أعتقد أن ما سيحدث بعد ذلك واضح للجميع. عندما علمت بهذا لأول مرة صدمت، على أقل تقدير. قلة من الناس يعرفون ذلك، لكن الضباع واحدة من تلك الحيوانات التي تمارس قتل الأشقاء، تتنافس حتى آخر نفس مع أخوتها وأخواتها. في هذه اللقطات لا تزال الضباع صغيرة ويحاول أحدها سحق الآخر،
هذا يمارس في جميع العشائر. عند الولادة يكون لدى الضباع رغبة شديدة في القتال، والتي تختفي بمرور الوقت، مما يفسح المجال لأبنائها. لكن في نفس الوقت يعد هذا هجوما بين الأشقاء. ليست نتيجة هذه المعارك دائما هي نهاية حياة أحد الأشبال، أحيانا هو إنشاء العلاقات الهرمية وإظهار القوة لنرى أي مخلوق أكثر أهمية. في الغالب يتم استخدام مثل هذه المبارزة في تقسيم الطعام، الذي يهزم أقوى واحد يأخذ القطعة الأكبر. درس الباحثون بيانات عن مجموعات الضباع المرقطة في كينيا على مدى 3 عقود لدراسة معدل وفيات الأشبال الذين تقل أعمارهم عن عام. من بين 99 حالة مسجلة يمكن أن تعزى 21 حالة إلى الحالات العائلية. جعلت الملاحظات العلماء يتساءلون عن سبب ارتفاع معدل الوفيات بين الضباع من أفراد عشيرتها. يبدو ذلك غير طبيعي لأنها حيوانات اجتماعية. على الرغم من أن الضباع تقضي معظم وقتها بمفردها، إلا أن العيش في عشيرة يسمح لها بالدفاع عن أراضيها ضد المنافسين ومواجهة الأسود. ستهاجم الإناث الأشبال الآخرين بنفس الطريقة التي تهاجم بها الفريسة الأصغر، وفي هذه الحالة حتى القرابة الوثيقة لا تنقذ. فقد لاحظ العلماء كيف أن الأنثى تستهدف شبلي أختها وتجذبهم للخروج من العرين. سبب هذا السلوك هو المكانة الاجتماعية للضباع في العشيرة. في مجتمعاتها قد يأتي الذكور ويذهبون، بينما تكون الإناث أعضاء دائمين. الضباع مخلوقات قوية تخيف العديد من الحيوانات في إفريقيا، لكن هناك كائنات أكثر رشاقة ومكرا ووحشية في هذه القارة تخيف الضباع نفسها. ابقى معنا لمعرفة المزيد عن هذه الحيوانات. الكلاب البرية الإفريقية. نعم، إنها خطر الضباع والحيوانات الأخرى في إفريقيا، لكن كيف تكون هذه الحيوانات بوزنها الخفيف وصغر حجمها في غاية الخطورة؟ الأمر كله يتعلق بتكتيكاتها وأسلوب حياتها. تعيش الكلاب البرية الإفريقية في عائلات كبيرة من 12 إلى 100 فرد، وتحتل مناطق من 1000 إلى 2000 كيلومتر مربع، كل عائلة ترأسها أنثى وذكر. يخضع جميع الذكور للذكر القائد، وجميع الإناث يتبعن للأنثى أيضا. الذكر القائد هو من يحدد مكان انتشار الزمرة وخلال موسم التكاثر. يقوم أعضاء آخرون في القطيع بذلك أيضا. توجد روابط قرابة وثيقة بين جميع أعضاء المجموعة. تتعامل جميع الحيوانات مع بعضها البعض بتسامح وبدون عدوان. لا توجد أبدا معارك على القيادة أو الطعام أو أي سبب آخر. تسود المساعدة المتبادلة والتفاهم بينها. عندما لا تكون الكلاب مشغولة بالصيد فإنها تقضي دائما وقتا معا أو تلعب أو تسترخي. الكلاب البرية الإفريقية صيادة مثابرة. إنها تعيش وفقا لقوانين العشيرة، ولكن في العشيرة يوجد دائما حب ودعم وتفاهم. إنها صيادة رشيقة، كل صيد ينجح في الوقت المناسب. تصطاد في الصباح الباكر وأحيانا في وقت متأخر من المساء. تعلن الحيوانات بدء الصيد بصرخة معركة هو هو. يذهب القطيع كله للصيد باستثناء الجراء والكلبة التي تعتني بهم. في حالة مواجهة 1 لواحد سيخسرون أمام العديد من الحيوانات المفترسة، ولكن نظرا لعددهم يمكنهم هزيمة كل من الأسد والجاموس. هذا هو السبب في أن ملك الغابة سيفكر مرتين قبل الاقتراب منها. لبدء البحث يقترب أحد أفراد المجموعة من الباقي ويحاول بدفعة من أنفه حثهم على التحرك. إذا لم ينهض أحد يعود البادئ إلى مكانه وينتظر حتى تشعر بقية المجموعة بالجوع. الضباع ضد الكلاب. يلفت انتباهك قتال بين الضباع والكلاب البرية الإفريقية. مجموعة صغيرة من الكلاب تتجول بحثا عن الدخلاء. إنها ليست كلابا عادية، لكنها أيضا حرس حدود. يكتشف أحدها ضيفا غير مرغوب فيه ويتواصل معه بالعين. في السافانا هذا بمثابة تحد. يقترب من الكلاب بكل فظاظة، ولكن هناك المزيد من الكلاب، لذلك لن يهاجم الضبع خصما كهذا، مدركا أنه بينما سيقلب خصمه على الأرض فإن الآخرين سينقضون عليه، وحتى شريكه لن يساعده بأي شيء. تقوم الكلاب بدورها باختبار دفعات الضبع لمعرفة نقاط ضعفها. بينما يشتت كلب واحد يدور الآخر إلى الجانب الآخر للتحقق من احتمال حدوث هجوم. على الرغم من وقوفها جانبا انتظروا الإشارة للهجوم. كل ما تبقى هو انتظار الخطأ الأول للخصم. لم يستطع أحد الضباع أكثر وقرر الهرب، لكن الكلاب قررت عدم تركه.
يبدو أن هذا الضبع قد تجول بطريق الخطأ في أراضي الكلاب البرية الإفريقية. حسناً، تعتبر هذه الحيوانات أخطر الحيوانات المفترسة لسبب ما. تحيط به، تعضه، تبتعد، وهكذا حتى يهزم الضبع. بسبب هجمات الكلاب يجب أن يلتف الضبع بسرعة، لكن هذا لا يفيد. في النهاية يكون الضبع منهكا ولا يقاوم العضات. تمكن أحد الشهود العيان من رصد الكلاب البرية الإفريقية التي تصطاد الضبع. يبدو أنها قررت أخذ فريسة الضبع بالقوة ومطاردته في نفس الوقت. بينما تحافظ مجموعة من الكلاب على الضبع محاصرا، تقسم المجموعة الأخرى الفريسة. عندما يقررون أن الضبع لم يعد يمثل تهديدا لها، تنضم إليها المجموعة الأولى حتى لا تفوتها الوليمة. يكون الضبع مثابرا ويحاول تناول طعامه مرة أخرى، لكن الكلاب ليست حمقاء وتهاجمه فورا، وهذا يعني فشله مرة أخرى. عندما أتى أصدقاء الضبع إليه، قررت الكلاب عدم المخاطرة وانتظار التعزيزات وجمع الطعام فقط. الكلاب ضد الأسود، كل شيء واضح مع الضباع، لكن ماذا عن الأسد؟ هل ستهزم هذه الكلاب؟ تنقسم الكلاب إلى مجموعة كبيرة تمنع الضباع من الهروب، ومجموعة صغيرة تقاتل أحد الضباع. هنا ليس عليها أن تفترق، يمكنها مهاجمة أسد أعزل أو يمكنها مهاجمة لبؤة كما في هذا الفيديو. لكن كما هو الحال مع الضباع، عادة ما تقوم الكلاب البرية الإفريقية بفحص دفاعات الأسود أولاً، ثم تحاول محاصرتها. في هذه اللقطات تستخدم الحيوانات البرية نفس الأسلوب، فهي تطارد اللبؤة وتحاول إحاطتها في حلقة. عندما تنجح الكلاب، تعض اللبؤة بالتناوب وتعود على الفور. كان أحد الكلاب سيء الحظ وتمكن المفترس من قتله بسرعة، لكن قطيع الكلاب البرية لن تسامحها أبدا. الآن لا تستطيع اللبؤة الهروب منها، إنها تعمل على إرهاق خصمها في انتظار إضعافه أخيرا. حسنا، هذا كل شيء لهذا اليوم. أي مواجهة من هذه الحلقة أثارت إعجابكم أكثر؟ اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات، وشكرا جزيلا على المشاهدة.